يا مساء الجمال والحلويات على كل المتابعين اللي منورين القناة. النهاردة احنا قدام حكاية مليانة أسرار من العيار التقيل، حكاية النجمة اللي شغلة السوشيال ميديا أسماء جلال. بنت مصرية تحلق شعرها زيرو بالمكنة عشان تمنعها أمها من التمثيل، وصدمة الأم لما شافتها بالصدفة في التلفزيون وهي بتقطع سلطة في المطبخ. إزاي أسماء جلال حولت الوجع ده كله لنجاح جبار وبقت أيقونة الموضة في مصر؟ النهاردة هنفتح الصندوق الأسود ونحكي الحكاية من أولها. بس قبل ما نبدأ انزل حالا اخبط اللايك المتين واعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان أسرارنا النهاردة كتير جدا. يلا بينا. النشأة والمكان. البنت اللي جاية من قلب القاهرة. أسماء جلال اتولدت في القاهرة يوم 22 مايو سنة 1995، وتحديدا نشأت في بيئة محافظة جدا. عيلتها أصولها من صعيد مصر، محافظة أسيوط، وده يفسر ليه ملامحها خمرية مصرية أصيلة. أسماء ما كانتش من التجمع ولا اتولدت وفي بقها معلقة ذهب، دي كانت بنت مصرية بسيطة درست في كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهناك في مسرح الجامعة بدأت الشرارة الأولى لحلم التمثيل. في بدايتها خالص أسماء التزمت بالحجاب إرضاءً لوالدتها، واشتغلت موديل لبراندات ملابس محجبات، وصورها القديمة باللفات التقليدية لسه موجودة للي يدور وراها. لكن الحلم كان بياكل في قلبها، وقررت إنها لازم تخلع الحجاب عشان طريق الفن محتاج كده، ومن هنا قامت القيامة في البيت. المواجهة مع والدتها كانت عنيفة لدرجة متتخيلهاش. الأم لما عرفت إن بنتها عايزة تدخل الوسط الفني خافت عليها ورفضت بشدة، وفي لحظة غضب قامت بحلق شعر أسماء تماماً بالمكنة عشان تكسر نفسها وتمنعها تخرج من البيت تروح أي اختبارات تمثيل. أسماء حكت بمرارة إنها فضلت فترة طويلة لابسة باروكة في حياتها العادية وفي أول أدوارها، ومحدش من الجمهور كان حاسس إن الضحكة دي وراها رأس محلوقة وكرامة مجروحة. عشان ننهي الجدل، الفيديو اللي انتشر لها وهي محجبة وبتقول إنها قطعت أبوها عشان شغله في البنك حرام، ده كان تمثيل 100% في برنامج ديني مع الداعية مصطفى حسني. الحقيقة إن والدها كان فعلا موظف بنك، وكان هو البطل المجهول في حياتها. كان بياخدها من إيدها يوديها اختبارات التمثيل من ورا والدتها، ويقعد يشجعها في مسرح الجامعة. وفاته كانت أكبر صدمة في حياتها، وحست إن ظهرها اتكشف وبقت في مواجهة شدة أمها لوحدها. أسماء بدأت تمثل من ورا والدتها وظهرت في أدوار صغيرة. وفي يوم الأم كانت واقفة في المطبخ بتقطع سلطة وبتتفرج على مسلسل كأنه امبارح، شافت بنت على الشاشة شبه بنتها بالظبط. نادت بذهول: يا أسماء تعالي شوفي البنت دي شبهك إزاي. أسماء بكل ثبات ردت: ما هي دي أنا يا ماما. اللحظة دي كانت زلزال، ومن وقتها العلاقة بقت جافة جدا. وأسماء صرحت بوجع: أنا مخدتش حنان وأنا صغيرة عشان أعرف أديه دلوقتي. أسماء بدأت تطلع السلم خطوة خطوة، وفي مسلسل أشغال شقة الناس اتصدمت من شكلها بكرش، بس السر إنها كانت لابسة بدلة سيليكون، وزنها تقيل جدا وبتكتم النفس لدرجة إنها أغمى عليها في التصوير أكتر من مرة من الحر والضغط. هي فنانة شاطرة ومستعدة تضحي بشكلها عشان الدور يصدقوا الناس. وفي لقاء إبلة فاهيتا ورتنا الوش التاني، خفة الدم والذكاء، وإزاي بتتعامل مع المعاكسات ببرود. حكت عن الفوبيا اللي عندها من الأماكن المقفولة، وحكت عن طريقتها في تطفيش العرسان، وده اللي خلى الناس تحبها كإنسانة مش بس كفنانة. النهاردة أسماء جلال هي براند لوحدها، وبتحضر لأعمال تقيلة زي السلم والثعبان 2، وفيلم ولاد رزق 3، وفيلم اللعب مع العيال. قدرت تحول حلق الشعر والرفض لنجاح ملوش حدود، وبقت بتنقي المخرجين اللي تشتغل معاهم بالشوكة والسكينة. من الحاجات اللي دايما بتعمل جدل هي سن أسماء جلال الحقيقي. الحقيقة أن أسماء اتولدت يوم 22 مايو سنة 1995، يعني هي دلوقتي كملت 30 سنة ودخلت في 31. والسر إنها رغم وصولها لل30 لسه بتقدر تعمل أدوار بنات في الجامعة ببراعة، وده بسبب اهتمامها الرهيب ببشرتها وبالرياضة اللي حكينا عنها، اللي بتخليها دايما محافظة على رونقها وشبابها. دي كانت حكاية أسماء جلال كاملة وبكل أسرارها. لو الحكاية دي لمست قلبكم ما تنسوش الدعم باللايك والكومنت، وقولولنا إيه أكتر حتة وجعتكم في حكايتها. استنونا في حلقة جديدة وأسرار تانية من أسرار النجوم. سلام يا أحلى متابعين. من يوم